صيدله اساسها هي علوم الدواء والسموم ايا كان مصدره، بس اي حاجه بدون نظام اكيد مش هتكمل او مش هتكون موجوده اصلا. وده كان من اهم الاسباب ان احنا نعمل نظام الادويه اللي هو دستور للادويه وعائلتها. واول حد كان عمل كده كانت شارلز ليست سنه 1895. عمل الفارماكوبيا اللي هو الدستور الصيدلي. الهدف من دراسه الفارماسيوتيكال ساينسز العلوم الصيدلانيه انك تكون فاهم الدواء المناسب ده لمرض معين، والدواء ده بيتصنع ازاي من العدم او لما يكون ماده خام لحد ما يكون دواء متوفر. الدواء ده بيعمل ايه جوه الجسم، وخصوصا لو كان الشخص ده مريض في حاجه ثانيه، فلازم تاخد بالك عشان ما يحصلش اي دراج انتر اكشن اللي هو التفاعل بين الدواء والتاني. والتفاعل بين الدواء والتاني اما يضاعفوا بعض او يمحوا بعض، وفي كلتا الحالتين غلط، فانت المسؤول ان ياخد الدواء الصح والجرعه الصح في الوقت المناسب. فاشهر جمله هتسمعها ان الصيدلي هو الخبير الاول بالدواء، والكلام ده اكيد مش من اول سنه، الكلام ده من بعد التخرج. وكمان بتكون عارف انك علشان تعمل دراج لازم تاخد بالك من 4 حاجات مهمه جدا: الابسوربشن اللي هو امتصاص الدواء، ديستريبيوشن اللي هو توزيعه، والميتابوليزم اللي هو هضمه، والاكسكريشن من الليفر او الكدني. وطبعا لو المريض عنده مشكله في الليفر او الكدني، يعني الاخراج الدواء بتاعه هيكون فيه صعب شويه، فالدوز هتكون مختلفه، وهيكون المريض ده حاله